اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أهم المصانع اللي اكتشفها العالم أرسلان والعالم دي مارجان في العصر الحجري القديم. والمرة دي هنكتشف إن العصر الحجري القديم ما كانش مقتصر على شاطئ النيل، بل امتد للصحاري اللي بتحتضن نهر النيل العظيم. أهلا بيك في بيت الحياة ألبر عنخ. من الدلائل اللي بتأكد إن النيل كان بيمتد للصحاري هي الآلات اللي لقاها الأب ريشر في الغابات المتحجرة الموجودة في شرق القاهرة حاليا. وكمان أكد الفكرة دي العالم شيفين يوفورت، وبسبب إن العالم دي مارجان كان على معرفة بمقدار امتداد الصناعات الأولية الفطرية للعصر ده، أرسل العالم لاجران لاستكشاف الصحراء اللوبية، وفعلا بالصدفة لقى في طريقه من الأقصر للواحة الخارجية بعض الآثار، ومن الخارجة للعرابة لقى عدد من المصانع السطحية. كمان لقى طرق قديمة كانت بتبدأ من النيل للواحات. ومن الملاحظات استنتج قاعدة عامة، وهي إن كل نقطة بيكتاز فيها الطريق قوافل هضبة حادة كان بيبقى فيه هناك محطة من العصر الحجري القديم السفلي. وكمان قام هنري دي مارجان شقيق العالم دي مارجان برحلة، وفي الرحلة دي لاحظ نفس الملحوظات في الوديان اللي بتربط بين إسنا وواحد كركور. وبس كده، لحد هنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة، ولكن استنونا في الحلقة اللي جاية وكلام جديد. ولو استفدت ما تنساش في غيرك.